معنا الآن أمة الله. أهلا بك يا أمة الله، اتفضلي يا أمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام يا أمة، اتفضلي يا أمة. أنا بس عايزة أكلم بتاع مبارك. لا ما تقوليش بتاع مبارك، لا استني يا أمة. لا 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 استني، لا استني يا أمة. أمة. أمة اسمه الأستاذ طارق مراد، وهو أحد مؤيدي مبارك. احترميه عشان تحترميني، عشان تحترمي القناة برضه. ضيفي يبقى تحترميه، لأن إهانته من إهانتي. اتفضلي يا أمة. ماشي. بقول لك يا هذا، ماشي، مين مبارك اللي أنت بتتكلم عنه ده؟ أنا بسألك دلوقتي، مين مبارك؟ أنا بسألك أنت، مين مبارك يا هذا؟ طيب انت بس ده هو سؤالك. الرئيس محمد حسني مبارك اللي حكم مصر 30 سنه وامنها. يا بنتي بطل النعمه، الشعب المصري ده يتميز ببطل النعمه. هتشوفوا ايام سودة وانتوا عارفين تاكلوا ولا تشربوا. مبارك ده عندكم انتوا، مش عندنا احنا. ماشي؟ عندنا وعندكم. لا مش عندنا احنا. بقول لك عندكم قبل ما يكون عندنا. احنا السجون واحنا فقر واحنا كل القصه دي. انت كنت قاعد في التكييف، مش احنا اللي بننصر الحق، انتوا بتوع الفوضى. انتوا اللي قعدتوا في التكييف. ماشي. بقول لك ايه، مش انت امبارح المصحف اللي انت رزعته ده، امبارح القران اللي انت رزعته ده جامد ده، ماشي؟ عارف لو تعرف تقرا بس كده سوره الحشر، تعرفها ولا مش عارفها؟ سوره الحشر اللي في القران اللي انت رزعته امبارح ده، عارفها؟ بصوا النبي، انت عامله زي بتوع 6 ابريل. عارفه العيال اللي بتتلكك ومش لاقي حاجه تتكلم عليها. شكرا يا أمة. تتكلمي في الجوهر. شكرا لك يا أمة. انا بس عايز اخش في الموضوع. في مداخلات تاني ولا لا؟ ناخد مداخلات عشان بس الحوار يهدى. في مداخلات معانا الشيخ عماد. اتفضل يا شيخ عماد. السلام عليكم. بس بسرعه ارجوك يا شيخ عماد. اتفضل. وعليكم السلام ورحمه الله. بالله عليك اتح لي الفرصه استحلفك بالله. بس سريعا ارجوك. اتفضل بكل ادب وكنت اتفضل يا فضيله الشيخ. طارق مراد او ايا كان. اتفضل. غزه، من الذي حصر غزه؟ يا اللي رزعت المصحف امبارح، ولما بقول لك افسد علينا كل شيء حتى افسد علينا ديننا، ادعيت علي انني فاسد. افسر لك بس افسد علينا ديننا، كيف افسد علينا ديننا؟ انت لسه جاي تتكلم تاني دلوقتي؟ انت ما بنتش من امبارح يا بتاع ثاني اكسيد الكربون. طب بص، افسد علينا الهواء وافسد علينا الدين يا اخي. اديله فرصه بسرعه. اتفضل يا شيخ عماد. افسد دينك ازاي؟ اتفضل يا شيخ عماد، اتفضل. بص يا استاذ محمد، والله اقسم لك بالله انا انسان مسلم مواطن مصري عادي جدا. كلنا مسلمين. كنت بس لمجرد ان انا بذهب الى المسجد واحافظ على الصلوات، وفي بعض الاحيان كنت مقصر، كنت بتاخد امن الدوله واتكهرب في القبل والدبر واتعلق واتعذب، واخد بالك؟ والبيه ضابط امن الدوله كان يقول لي انا عندي استعداد اجيب بناتك ومراتك يا ابن كذا وباقزع السباب، واخد بالك؟ افعل بيهم كذا وكذا. هذا في عهد مبارك. الله يلعنك ويلعن مبارك ويلعنكم. لا ارجو يا جماعه. بقى انت مسلم يبقى كان امن الدوله ليه حق تمسكك وتحبسك. طب اسمعني هو انت كنت ماشي جنب الحيط عشان امن الدوله تمسكك؟ معانا مين كمان؟ اتفضل. معانا سعيد من الغربيه. اتفضل يا سعيد بس بسرعه لو